السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. هنكمل مع بعض ان شاء الله الفيديوهات بتاعة نواعم العيد. عملنا الفيديو اللي فات الغريبة بطريقة سهلة قوي، وكانت كمان عملنا كمية بسيطة ورمت معانا كمية اكبر، وقلنا للي عايز يجرب عشان ما تبص منه. وطبعا ناس كتير كلموني وقالوا لي احنا جربنا وكانت حلوة جدا واول مرة نعملها والكلام ده، ونجحت الحمد لله معاهم. فان شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض البيديفور بطريقة اسهل ما يكون وبسيطة جدا، وهنعمله بالكوبايات وبالجرامات. يعني اللي ما عندوش ميزان هنقول بالكوباية قد ايه، واللي ما عندوش كوباية قد بعضها يعني الأكواب المعيارية وعنده ميزان هنقول بالميزان قد ايه. بس الأول يا ريت اللي لسه ما اشتركش في القناة يا ريت يشترك في القناة ويفعل الجرس ويكتب لنا كومنت حلو منه، أهم حاجة اللايك لو سمحتوا بعد إذنكم، وعشان يوصلوا إن شاء الله كل جديد مننا. ويلا بينا على الفيديو بتاعنا نشوف بقى العظمة اللي احنا عملناها دي. عملنا بنص كيلو دقيق، بس الكمية الرهيبة دي بسم الله ما شاء الله عملت معانا حوالي كيلو وشوية. أنا صحيح ما وزنتوش بس هو كان كتير، يعني أنا دايما بشتري كيلو من البيتفور، لا بيطلع أقل من كده بكتير. وعاملينه بالسمنة زي ما قلت لكم ومن غير زبدة عشان ما نبقاش مكلف كتير. هنقول بسم الله توكلنا على الله قبل أي شيء. وإحنا بنعاير يا جماعة السمنة زي ما قلت لكم كذا مرة، لازم الأول نسيحها وبعدين نعايرها في الكوبايه، لان طبعا لو احنا عايرناها وهي جامده كده هيبقى المعيار بتاعها مش مظبوط تماما. وطبعا المقادير نازله قدامكم على الشاشه اهيت. هناخد بالجرامات 280 جرام سمنه بلدي على نباتي. انا حاطه السمنتين على بعض 280 جرام سمنه بلدي على نباتي. انا الاول هقول المقادير بالجرامات وبعدين هكتبها لكم بالكوبايه برضو على الشاشه. هنحط السمنة الأول بقى في العجان أو بالمضرب الكهربائي أو بالمضرب اليدوي عادي خالص. المهم تكون السمنة ساقعة شوية معانا مش متجمدة عشان نقدر نضربها كويس في العجان ولونها يفتح معانا بسرعة. ال 280 جرام دول عملوا معانا كوباية وربع من السمنة بالأكواب المعيارية اللي انتوا شايفينها. أنا دايما بشتغل بالأكواب المعيارية لأن هي متوفرة في السوق وعند ناس كتير، وكمان بتبقى أسهل على ناس كتير إن هي تعاير بيها الكمية اللي احنا ممكن نعملها. دايما لما العجان يشتغل حاولي تساعديه من الجناب ان هو يلم كل الخليط في النص كده عشان يقدر يضربه كويس. زي ما احنا قلنا هنحط 280 جرام من السمنه النباتي على السمنه البلدي. لو انت عايز تعملي بلدي بس انت حره، عايز تعملي نباتي بس انت حره، عايز تعملي زبده بقى برضو كأن بصي المقادير هياها مفيش تغيير فيها خالص. هنعاير الزبده برضو وهي سايله وبعدين هنسيبها تتجمد شويه. هنا بقى الخليط اهو خلاص قرب يفتح معايا، ما بياخدش وقت. يعني لو بايديكي من غير المضرب الكهربائي ممكن ياخد وقت معاكي شويه، لكن بالمضرب الكهربائي زيه زي العجان ان شاء الله مش هياخد معاكي وقت. اول ما الخليط معانا يفتح ولونه يبقى ابيض كده هننزل بالسكر. وكميه السكر 140 جرام من السكر. 140 جرام من السكر. طبعا انت لو حابه تدي سكر زياده يعني ما يزيدش كتير عن 150 جرام. تمام. وخلي بالك احنا لسه هنعمل شوكولاته جواه، فعشان تبقى معادله السكر ف 140 جرام من السكر حلوين جدا جدا جدا، بما يعادلوا كوبايه اللي هو المج المعياري الا معلقتين. يعني المج المعياري بتاعنا هنعبيه ونشيل منه معلقتين سكر بودر. السكر لازم يكون بودر عشان يدوب معانا بسرعه في السمنه ما ياخدش مننا وقت. وبرده هنرجع نضرب تاني لحد ما الخليط بتاعنا يعمل فوم كده او يبقى عالي عامل زي الكريم شانتيه. انا ماشيه بالراحه في المقادير عشان ما حدش يقول لي انت بتجري. انا جالي كومنت في الفيديو اللي فات انت بتجري ليه؟ قلت لهم انا مش بجري والله ولا حاجه، بس انا متعوده ان انا دايما ايه يعني كلامي سريع شويه، بس خلاص انا بتكلم بالراحه اهو عشان مش هجري معاكم ولا اي حاجه. يبقى كده ضربنا السمنه مع السكر لحد ما اللون بتاعه افتحه زي ما حضراتكم شايفين كده. هننزل بثلاث بيضات، بيضه بيضه لحد اول بيضه لما تختفي من العجينه او من الخليط هننزل بالبيضه التانية. وطبعا انا حاطه عليهم الفانيليا. في نقطه بقى عايزه اقول لكم عليها، البيض عندك لو البيض كبير شويه ممكن تحطي بيضتين اتنين بس، لو البيض صغير هنحط 3 بيضات زي ما حضراتكم شايفين بالظبط. ضربنا السمنة الأول لحد ما فتح القوام وبعدين نزلنا عليها بالسكر لحد ما عمل فوم أو القوام علا معانا زي الكريمة كده، وبعدين نزلنا عليهم بالفانيليا والثلاث بيضات بيضة بيضة لحد ما كل بيضة تختفي من الخليط وننزل بالبيضة التانية. ساعتها بقى هننزل بأطعم حاجة هي اللي بتطعم الحلويات أو النواعم بتاعة العيد، وطبعا ده سر من أسرار المحلات يعني بسم الله ما شاء الله. نزلنا بمعلقتين من اللبن البودر. معلقتين من اللبن البودر يا جماعة، أيوة لبن البودر بيخلي طعم الحاجات دي تحفة جدا جدا جدا، بيديها دسامة وبيديها طعم حلو قوي.
دول معلقتين من اللبن البودر، اتمنى ان انتم ما تستغنوش عنهم لانها بجد بتفرق في الوصفه دي. خلي بالك وانت بتنزلي بالمواد الجافه وانت مشغله العجان جامد او المضرب الكهربائي، حاولي تهدي شويه السرعه علشان يعني ما تنطرش علينا كده الهبو بتاع المواد الجافه. هنا بقى جبنا نص كيلو من الدقيق، 500 جرام، ودي معلقه صغننه هاخد منها نص بس من البيكنج باودر، نص معلقه من البيكنج باودر. انت لو حابه تستغني عنها تمام مفيش مشكله خالص، ولكن انا بحب احطها عشان بحس ان هي بتفتح العجينه شويه او بتديها من جوه طراوه كده. طبعا ده نص كيلو دقيق نحط عليه ذره ملح ونخلاه كويس جدا. ما بشتغلش في اي وصفه بالدقيق لما يكون منخول. شو بقى، انا نزلت لكم هنا الاكواب اهيت، يعني الخليط ده او الكميه اللي احنا عملناها بالاكواب. كوبايه وربع من السمنه، طبعا دي بالاكواب المعياريه، كوبايه الا معلقتين من السكر البودر، والدقيق 3 كوبايات و3 معالق من الاكواب المعياريه. هننزل بقى بالخليط شويه شويه كده لحد ما يتضرب معانا. لو انت تشتغلي بالمضرب الكهربائي هتشتغلي بالمضرب الكهربائي في اول مثلا حبه من الخليط، وتاني حبه كمان بعد كده هتحسي ان بدأ الخليط يتقل معاكي، ساعتها هتستغني عن المضرب وهتشتغلي بايديكي ومفيش اي مشاكل نهائي. واحده واحده انزلي بباقي الخليط لحد ما يتعجن معاكي كويس. بصوا احنا مش بنعجن كتير، احنا بنحاول نلم العجينه معانا لحد ما تتلم معاكي وتحسي ان هي ما عادتش ملزقه خالص. وعايزه اقول لكم ان المقادير دي مظبوطه على الشعر، يعني لا تقللي ولا تنقصي، وان شاء الله باذن الله الدقيق هيطلع معاكي كويس، مش هيحتاج ان احنا نحط دقيق زياده او سمنه زياده. ولكن لو صادفنا ان الدقيق بعد ما اختبرتيه كده حسيتي ان هو بيشقق معاكي، ممكن تحطي معلقه سمنه. نضفي بس الآلة بتاعة العجان، يعني الكف ده، شايفين ما شاء الله هو حلو مظبوط على الشعرة، مش هتحتاجي تزودي ولا تنقصي اي حاجة. اهم حاجة لو بتشتغلي بالجرامات طبعا ده هيبقى احسن بكتير، ولو بالكوباية تبقى هي نفس المج او نفس الكوباية اللي تشتغلي بيها، هي دي اللي هتعايري بيها المقادير كلها. طبعا هنشتغل بقى بالتيب بتاع بلح الشام. انا عندي الحقيقه المكنه بتاعه البيتي فور، بس انا قلت هعمل بتيب بلح الشام عشان اللي ما عندوش المكنه يقدر يعمل باي تيب. ده التيب الكبير بتاع بلح الشام، طبعا انا المفروض يبقى فيه 3 تيبات مقاسات. انا عندي التيب الكبير ده وعندي الصغنن جدا. انا بعد ما عملت ده عايزه اقول لكم ان انا بعد ما عملت ده اخدت 2 في طبق كده ودخلتهم الفرن، بحيث ان انا اشوف التسويه بتاعتهم. بسم الله ما شاء الله طلعت لي كبيره، يعني هي حلوه. بس انا عشان عارفه ان اولادي ما بياكلوش الحاجه دي مره واحده، والسكريات ما بيبقوش يعني تبقى تقيله شويه عليهم. يعني ايه، مش عاوزاهم ياكلوا واحده وما يخلصوهاش كلها. فانا عملت ايه بعد ما خلصت بصراحه بالتيب الكبير ده، دخلت اول صينيه اللي انا عملتها الفرن وتمام. طبعا التسويه كانت جميله جدا، دخلتها الفرن، وبعدين بعد ما عملت العجين ده كله تاني لميته وعملته بالتيب الصغير. يعني ليه بقى؟ لان لقيت التيب الكبير بصراحه عامل الحجم كبير شويه على الاولاد عندي، فانا مش عاوزه اهدر الدنيا قوي، فاضطريت ان انا اعمل بالتيب الصغير، وهوريكم شكله عامل ازاي دلوقتي. وخلي بالكم لازم تعملوا مسافات ما بين كل واحده والتانيه، لان هي بتكبر شويه جوه الفرن، بتنفش حاجه بسيطه جدا جوه الفرن. هنا انا كنت خلصت كل المقدار، ما شاء الله عمل معايا مقدار كبير جدا جدا، النص كيلو عمل معايا، يعني الطبق اللي انتوا كنتوا شايفينه ده بما يعني عدى معايا تقريبا الكيلو، دخل على الكيلو الا ربع. بصوا انا لما عملت بالتيب ده يعني ايه، حطيت صباعي كده في النص، نزلت العجينه بحيث ان انا كنت عاوزه احشيها من النص بس يعني شوكولاته او احشيها مربى. بس طبعا في الاخر قلت لا، انا عايزه اعمله زي اللي جاي من بره بالظبط، وهحشيه يعني هخلط، يعني هلزق كل اتنين مع بعض وهحشيهم من جوه بالشوكولاته، وكمان هعملها بالشوكولاته من بره واحط عليها شوكولاته بيضاء. طبعا التزيين ده يرجع لك، حابه ان انت تسيبيه زي ما هو كده من غير مثلا ما تلزقيهم في بعض، خلاص ده يرجع لك انت حره فيه. هنا كنت دخلته الفرن طبعا، وانا بشتغل كان لازم الفرن يكون مفتوح عشان خاطر لازم البيتي فور يخش على فرن سخن على درجة حرارة 160. وخدي بالك جدا، لازم تاخدي بالك ان هو ما بياخدش حاجة في الفرن، ولما يطلع من الفرن معاكي لما تحسي ان هو احمر من تحت شوية هتشغلي عليه الشواية، لو انت الفرن ما بيشتغلش كله مع بعضه، لحد ما ياخد لون بسيط من فوق كده، يعني انا محمرة طبق والتاني مش محمراه، وتروحي قافلة عليه النار وطلعيه وسيبيه ما تقربيش منه نهائي لحد لما يمسك شويه، لان البيتيفور لما بيخرج من الفرن بيبقى لسه طري، بتحس ان هو لسه ما استواش، ولكن هو كده استوى. بس انتظري عليه دقيقتين 3
لحد ما يهدى هتلاقي البوتفورايه مسكت نفسها كده وبقت كويسه. جبنا بقى شوكولاته سيحناها، الشوكولاته اللي حضراتكم شايفينها دي انا مسيحاها على حمام مائي، شوكولاته عادي اللي هي سما او تارجت او دريم، اي شوكولاته انت تحبيها. حطيتها في الطبق السلستين ده على حمام مائي، وحطيت معاها معلقه زيت واحده بس عشان تقدر ايه يعني ما تمسكش معايا بسرعه لحد ما اخلص كل الكميه. خلصت كل الكميه بتاعت، شايفين بقى الصوابع الطويله دي والصغننين اللي على ايدكم الشمال ده اللي انا عملته جديد بقى خالص. الكبير اللي في الاول ده اللي اول مره انا عملته، وبعدين الصوابع الصغننه واللي جنبيه ده انا لما شلت بقيه العجينه وعملتها بالتيب الصغير عشان اولا ما تبقاش كبيره قوي معايا على الولاد عندي، وثانيا برضو عملت معايا كميه اكبر. جبت بقى الشوكولاته البيضه برضو نفس النظام، سيحتها على حمام مائي وحطيت عليها معلقه زيت واحده ورشتها على الطروف كده كاننا شاريينه من بره بالظبط. عمل معايا كميه فظيعه بسم الله والله اكبر. شايفين الحلويات ما شاء الله، طريقته سهله قوي وبسيطه جدا جدا جدا. لو انت اول مره بتعمليه صدقيني والله العظيم هتعمليه بطريقه تحفه، ومش هياخد منك وقت نهائي، كانك بتلعبي. مجرد ما بتخبزيه اقعدي بقى كده وانت بتتفرجي على مسلسل برضو زيني. اتمنى بقى اللي وصل معايا لحد دلوقتي بالله عليكي ما تنسيش اللايك والشير والسبسكرايب لمطبخنا عشان يوصلك ان شاء الله كل وصفاتنا السهله والبسيطه. واللي يجرب مننا وصفه يا ريت يكتب لنا في الكومنتات او يكتب في الكومنت في الفيديو اللي وراه. وانتظرونا باذن الله في الفيديوهات التانية عشان هنعمل مع بعض المره الجايه باذن الله ان شاء الله البسكوت. هبدا لكم بالبسكوت وبعدين ننهي بالكحك باذن الله. وكل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم علينا وعليكم اللهم امين. ونشوفكم في فيديوهات تانية جديده ومع السلامه.